والليله كلنا هنسفك دمه. طبعا بيكبروا وبهللوا وشايفين المشهد، والراجل ده جا ماشي، واحد من العاقلين مسكه قال له اقف 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 يا اخي تقتل لك زول، هم قتل زول هناك ما لا شيء، كونه يقتلك ده ما قضيه، فكونه يقتلك في دين ده كمان يعني قتلك ذاته هيدخل الناس الجنه. القتل ذاته بيعتبر انه هو قتل كافر، لانه الانسان اللي بينكر الدين او بينكر القران كافر. وده في مفهوم الناس، وده صحيح. اذا كان انكرت الدين صح انت كافر لا شك في ذلك. فده فهمه، لانه اللي بيحجبوا ده دين وانا قلت ما دين، فما فهم الجانب الاخر بتاع القصه. خلاصه المساله قلت له كويس تعال، جاء ووقف قدامي وكان بيرجف من الزعل، والناس بتهلل وبتكبر انه في زول انكر الدين او انكر القران، وفي زول اثبت له انه الحجاب بيحجب، ودايرين الزول ده مصيره شنو، كل الناس متفرجه على مصيري انا شنو. قلت له طيب انا المحاضره دي لغيتها، دايرك انت ده تكون موضوع المحاضره في شنو. قلت له كويس انت حجابك ده حجب صح؟ قال لي انت ما شايفه؟ قلت له نعم شايفه. قلت له كويس عشان انا اكد لك ان اللي بيحجب فيه ما هو دين ما قران، اللي بيحجبك ده ما قران، لازم تسمع على كلامي ونقتنع. واذا كان انا ما قدرت وخذلني رب العالمين، انت يا اخي بسكينك وانا غريب في البلد دي. يعني الانسان اذا كان مواطن قتلوا عندكم ولا اي شيء، خلي الانسان غريب جاي من بلد ثانيه ده والله ما اظن يسمع به غير ناس المسجد ولا غيره. فانت انا يعني بثبت لك انه اللي بيحجب ده ما هو دين. قال لي دين، قلت له ما هو دين. قلت له دي، قال لي دين. قلت له طيب انا داير الحجاب ده بيحجب من شنو غير السكين؟ قال لي بيحجب من البندقيه، وبحجب من السهم اللي هو النشاب، هم يقولون النشاب والحربه والسكين والبندقيه والعصا. يعني العصا ذاتها لو رفعتها عشان تضرب الانسان ده على يدك ولا وقفت ولا استشليت بيمسكك شلل طوال يدك بتقع، ما بتقدر ترفع العصا، ما بتقدر تمسكها. يقول لو دار تضرب الراجل ده. طيب لو دار تضربه ببنيه ما بتضربه، وحتى كراتيه ولا غيره ما حتضربه، لانه حجاب كامل شامل من كل انواع الاعتداء. طيب قلت له طيب تعال جيب الحجاب ده. قال لي دار تسوي وش؟ قلت له دار نثبت لك انه الحجاب ده اللي بيحجب فيه ما هو دين. قال لي هتعمل له شنو؟ قلت له اول حاجه هنقرا دين لتبطيل الحجاب ده. قال لي بيبطل؟ قلت له هيبطل. كيف تقرا دين ويبطل؟ قلت له نعم انا هاقرا دين ان شاء الله ويبطل الحجاب ده. قال لي ما ممكن. قلت له ممكن ونص. قلت له طيب انا هاقنعك بالكلام ده. قال لي تكون تقنعني ده خله ده دين كلام الله، انت ده الوهابي تبطل دين كلام الله. قلت له يا اخي انا مكتوب في وشي وهابي. قال لي مين خليقتك دي وهابي ما دام بتتكلم في الشغله دي؟ قلت له يا اخي انت الوراق قال لك انا وهابي. انا لا قلت لك انا وهابي ولا مكتوب في وشي وهابي، كيف يعني؟ قال لي اسمع انت خلي كلامك وجوطك اللي بتسوي فيها دي، كيف انت تبطل كلام الله؟ قلت له انا ما ببطل كلام الله، انا ببطل الدجل والشعوذه الموجوده في الكتاب في حجابك ده. قال لي دي ما دجل والشعوذه ده دين. قلت له ما هو دين، وعشان انا اثبت لك انه ما هو دين مطلوب الاتي. قال لي شنو؟ قلت له يا اخي تطلع الحجاب ده تخطه لي برا هنا ده الناس دول كلهم يشوفوه، وهنعمل طريقه شرعيه بيبطل فيها الحجاب ده. طريقه شرعيه؟ قلت له طريقه شرعيه. قال لي ما ممكن. قلت له طيب هاقنعك بها. قال لي ما بتقنعني بها. قلت له ماني جادل كثير، انت ما عندك حجاب وانا قلت الحجاب ده شيء بيحجب فوق ما دين، داري اثبت لك انه ما دين. قال لي كويس. واحد كلمه وقال له يا اخي طلع خدته. قلت له يا اخي دارين حاجه ثانيه نجرب فيها. حاجه ثانيه شنو؟ قلت له دارين اي شيء ثاني نجرب فيه، يعني نجيب لك شنو؟ قلت له جيب لي اي حاجه ثانيه. قال لي اجيب لك تيس؟ قلت له لا. ديك؟ قلت له لا. امشي جيب لنا لحمه من السوق زي اللحمه دي. مشى جاب قال لي انت بتقبض في الرغو، الكلمه اللي لفظها قال لي انت بتقبض في الرغو، وده كلام بيقولوه الناس البرد. بتقبض في الرغو يعني شنو؟ رغوه الصابون دي لو خجيتها كده وطارت في الهواء لو جيت بتقبض وتقبض شنو؟ معناه زول ما عنده حجه. قال لي انا جربت ليك في نفسي. قلت له يا اخي انا لو جربته انت في نفسك لو بطل ممكن انا استطيع انه اجربه في نفسك؟ ما ممكن، لانه حيطعنك السكين. قال لي انت بتتكلم من وين انت؟ شنو السكين؟ حسن ما طعنت. قلت له حتطعنك انت. جيب لي يا اخي
خليني انا افشل. اذا كان ربنا خذلني ده شيء ثاني، لكن ان شاء الله ربنا ما يخذلني. فقال لي مشى رسلوا جابوا لنا قايمه الرجل الورانيه دي من السوق، جابوها لنا نحن في السوق ذاك، مشى جابوها، شلنا الحجاب خديناه في القايمه دي وجربنا فيه كل شيء. عصا اي انسان مهما يكون قوي يجي من هناك يعني منشد وغضبان عشان يضرب اللحمه دي، اول ما يرفع يده كده ثاني يده دي ما بتنزل. لو ما رجع ورا يده ثاني ما بتنزل، الا يرجع ورا. ترجع تبتعد من الحجاب يدك بتنزل ما بتضرب. دلدم يدك كده تعملها كده عشان تتوقه، لو مسكتها كده ثاني ما بتنفك، عشان تمط يدك ثاني ما بتمط وما بتنزل. في شيء ماسكك. في نوع من الناس بيجي عشان يعمل اي تلقاه ذاته ينشل كله، الانسان ذاته بينشل كله. شوفوا المصيبه دي. خلاصه المساله جربناه وجربنا فيه السلاح. هناك للعسكري بيقول له الزاندرما نادوا عسكري من برا، وهناك البلد ما بتحتاج لوكيل نيابه ولا امشي لناس الشرطه يطلعوا عليك تصديق والشغلات دي ما عندهم. العسكري هو العسكري بيشتغل اي شغل. نادوا عسكري من برا اسمه الزاندرما، قال له تعال، ما بيعرف اللغه العربيه، فقال له تعال اضرب لنا اللحمه دي عشان يثبت لي انه الحجاب بيحجب حتى من السلاح. فعلا عنده الام بي 5 الصغير ده، وجهه على اللحمه عشان تضربه ما يضرب، تسمع كتش 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 الحديد براه صوت، لكن ما فيش اي طلقه بتقوم. يرفع الام بي 5 فوق اي طلقه تجي طالعه، يوجهه تحت لا. خدتين الام بي 5 فوق، خدتين اللحمه كده عشان تضربه لانه بيضرب فوق، خدتينا برضه عشان ناكل للناس برضه ما بيضرب، تزيح منه اللحمه الطلقه بتقوم. يعني شيء حجب تماما. يعني قلنا له طيب، قلت له خلاص الان الحجاب حجب، وفي حاجه انا ممكن اجرب فيها تجربتي انا. قلت له التجربه دي تجربه شرعيه. وين؟ امام المسجد. قال لي ايوه نعم. قلت له يا اخي ادينا 3 مصاحف. فجاب 3 مصاحف. بعد ما جابها انا شفتها يعني شكلها كده غريب شويه، فتحتها لقيتها روايه ورش. في روايه اسمها روايه ورش، ما زي مصاحفنا روايه ورش، البلد دي كلها بتقرا بروايه ورش. لقيت المصاحف كلها روايه ورش. فقلت له انتوا بتقروا بالروايه دي؟ قال لي عندك فيها شك؟ قلت لهم لا ما عندي فيها شك، روايه صحيحه وروايه كويسه وانا ما عندي فيها شك. ناديت من المجموعه 3 اشخاص، يا اخينا تعال انت اسمك منو؟ قال لي اسمي القوني ادم. قلت له بتعرف تقرا القران؟ قال لي انا حافظ القران من البقره للناس، مش بعرف اقراه. وفعلا كلمه قوني انسان حافظ صم، بيعرف ليك مؤمنون ومؤمنين في القران كم، وبيوريك محلها كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ناس للقران ده حافظونه بطريقه عجيبه جدا جدا، ما يتغالط في القران كله. لو قريت اي ايه بيقول لك الايه دي موجوده في الحته الفلانيه وموجوده في الايه الفلانيه وموجوده في السوره الفلانيه وفي السوره الفلانيه، يكرر لك كلها بتمشي تلقاها كلها صح. قوني. فقال لي انا اسمي القوني ادم. وانت يا اخينا؟ تعال قرب. انت برضه قوني؟ قال لي انا ما قوني. وانت؟ قال لي انا برضه ما قوني. تعالوا داير لكم تعملوا لي الاتي. وين المؤذن؟ قال لي نعم. قلت له تعال. فجوا 3 اشخاص اديناهم 3 مصاحف. قلت للقوني ادم يا اخي اقرا لنا من سوره البقره، من اول سوره البقره وادخل فيها. وانت اقرا لنا اول سوره الصافات وادخل فيها. وانت يا شيخنا اقرا لنا من اول سوره الدخان وادخل فيها. وانت يا مؤذن اذن لنا فقط. ده الكلام اللي قلناه يا ناس. كلام ده شرعي ولا غير شرعي؟ كلكم اللي قاعدين بتسمعوا شرعي ولا ما غير شرعي؟ ما في زول فتح خشمه، كل الناس قاعدين يشوفوا الشغله دي ومقتنعين انه الكلام ده فيه ولا لكن غضبانين وزعلانين، دايرين كيف انا ربنا يخذلني وافشل وبسوي فيه دايرينه. وغيره للدين ما عاديه ولهم الحق، يعني غيره للدين ما عاديه لكن بجهل. طيب قدر ما اتكلمت مع واحد ما فيش واحد فيهم رد لي بالكلام ده صح ولا غلط. في واحد قدام هناك يا ناس ما في زول يا اخواننا بيقدر بيقول لي الكلام ده صح ولا غلط. الكلام ده صح. واحد هناك قال لي بس الكلام ده صح، قال لي يعني بدل يقول لي صح ذاته ما دار يقول لي صح، قال ما في شيء غير شرعي، ده دين. وبعدين الناس دي ما بعرف فيهم اي زول، ال3 دي والرابع الامام ده المؤذن ما بعرف. قلت له يا شيخ ادم انت بتعرفني؟ قال لي الله ما عرفني ليك ذاته. وله حق زعلان. وانت يا شيخنا بتعرفني؟ قال لي كده ما بعرفك. قلت لهم اشهدوا، لانه ما تقولوا الناس دي متفقين معي.
دي الناس منكم وأنا غريب في البلد دي. يبقى أنا نبدأ الآتي يا شيوخ، تبدأوا وتعوزوا وتخشوا في القرآن لغاية ما أنا أقول لكم أقيفوا بعد تقيفوا. وإنت يا مؤذن أذن، لو كمل الأذان دبل الأذان وتلته وربعه لغاية ما نقول لك يقيف. والعسكري واقف وقمت قلت لواحد آخر قوم، قبيلة السكينة اللي بيطعنوا بها دي التوت دايرين سكين تانية، والنوع ده من الناس ما بيلبس السكين في ضراعه زي السكين دي تلبسها في ضراعك، لا بيلبسوا سكين تحت هنا وطويلة جدا أطول من سكاكيننا دي. فقام واحد عنده سكينة حادة جدا لو عملتها في الكفة كده بيشيلها لك زي الحلاقة سنينة جدا. فقلنا لهم تعال قوم انت يا أخونا بعد ما الناس دي يقروا ولو عديتك إشارة معناه قطع لنا اللحم ده. وقلت لهم أنا ما بصم خشمي وما بتكلم وما بقرأ، بفتح خشمي كده عشان تشوفوه فاتح، لأنه الإنسان إذا كان صم خشمه ممكن يتكلم في داخله، لكن لو فاتح ما بيقدر يتكلم أي كلام، عشان ما تقولوا أنا بنعمل شيء معين. وعشان كده بطل الحجاب ده. الناس دي هيبطل الحجاب بإذن الله تعالى مع قراءة القرآن، اللي هو القرآن ده هيبطل الشيء اللي فيه الدجل والشعوذة والشواطين الموكلين بالحجاب. خلاصة المسألة اتعوذوا من الشيطان الرجيم وخشوا في القرآن، وده بدأ يأذن والله الذي لا إله إلا هو. بس الشرط اللي زول كده عشان يقطع له أول قطعة وذاتنا ما نخاف. قطعنا اللحمة دي القائمة دي قطعناها 3 قطع، 3 قطعة، وقطعة صغيرة 4، لكن القطعة الكبار 3 قطعة، كل قطعة بلا. الناس استغربت الكلام ده قبل شايفينه حجب، والآن ما حجب ليه؟ فيدوب الناس قاعدة تستغرب والحاجة الفراسة اتغيرت. قلت للعسكري أضرب، ما بيعرف داك رطل له قال لك أضرب. العسكري ذاته ما كان مصدق لأنه قبيلة المشهد أنه الذخيرة الانبفار ده ما يضرب، والآن هيضرب. فعلا ضرب الطلقة الأولى قامت والثاني 4 طلقة في اللحمة. وأي زول قبيلة تجرب الشغلانة دي لو يجي لنا نقول له تعال أضرب بيرفع يده بدق في اللحمة ذاتها. الناس استغربت. في زول هناك جوا الناس كبر واحد بس ما عارفه كبر لشنو، كبر تعيد لي أنا، كبر اللي شي راسه مش عارف. خلاصة المسألة قلت لهم الحجاب بطل ولا ما بطل؟ قبيلة الحجاب بيحجب. لو الحجاب ده فعلا صح ودين مفروض يزداد قوة. الآن ده دين، دي البقرة، في ذول عنده شك في البقرة، في ذول عنده شك في الصافات، في ذول عنده شك في الدخان، ما في ذول عنده شك. يبقى دي ناسكم وبيقروا الآيات وده أذان. رأيكم في الكلام ده شنو؟ كلام مشروع؟ كلام مشروع لا شك فيه، لكن ما في ذول فاهم. خلاصة المسألة قلت للناس اللي يقيفوا اسكتوا. بعد شوية أكثر من 5-6 دقائق قلت لهم الآن الحجاب بيرجع بحجب. كيف؟ واحد قال لي كيف؟ قلت له بيرجع بحجب لأنه قبل شوية يوم القرآن ده قرئ بطريقته الصحيحة الحجاب ده كان فيه شواطين. الحجاب ده كان فيه شواطين. شواطين دول هم الموكلين بحماية هؤلاء الناس أو بدائرة معينة. يعني الشيطان موكل في قطر معين 2 في 2 أو 3 في 3 أو 5 في 5. عشان كده بتلقى الناس اللي بيكتبوا الحجبات اللي بيعرفوا الحجبات بيقول لك ضامن 10، ضامن 5، ضامن 3، ضامن 2، ضامن 20. بيضمن 20 نفر. ده معناه بيكون عنده زي 5 متر في 5 متر شكل دائري. أي إنسان في داخل هذه الدائرة الحجاب بيحجبه. أما ضامن واحد بيحجبك أنت بس، يعني ده بيكون قطره نص متر في نص متر بس، وده فيه شواطين بسيطين. أما ديلك بيكون فيه شواطين وعفاريت كبار جدا وخاشين في الحتة دي. أي شيء جاي من هناك بيحموه بيصدوه عنك وما بخلوا الشيء ده يأثر فيك. جنون. فقلت لهم الآن الحجاب بيحجب. ليه؟ واحد قال لي قلت له لأنه قبل فيه شواطين، وعندما قرأت البقرة كل شيطان لا يستطيع أن يتحمل هذه الصورة. والصافات حارقة والدخان كذلك من الصور الطاردة للشياطين والحارقة للشيطان. والأذان لا يستطيع أي شيطان يقف في موقع الأذان مدى هذا الصوت. كل الشياطين يهربوا ولهم انضراط يبتعدوا من المكان ده. حسهم يعني احنا سكتنا والقرآن سكت، هم بيجوا من بعيد بيشيفوا
هل الحجاب ده بصورته دي قاعدة بصورته دي هم موكلين يكونوا قاعدين معه، وعندما تفرتقوا وتطلع الحاجات اللي فيه، في حاجات بتكشعها بعد رفعت عنهم التكلفة وبرجعوا للروحاني وبروه بيقولوا أنه حاصل كذا وكذا وكذا. أيوة، بعد ما عملنا المسألة دي قلت لهم الآن الحجاب بيحجب، وفعلا جربناه لقينا أنه السكينة القطعة دي ذاتها تاني ما بتقطع. أول ما تخدها زي دي وتقوم تقطع كده بتسمع بتصير زيط 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 زي الليستيك. شفت الليستيك الكتربيل الكبير ده وعندك حديدة كالة ما سكين ودار تقطعه، ممكن؟ ما ممكن. ليستيك وبتاع عربية كبيرة قال لك تقطعه ما بتقطعه، نفس اللحمة بقت زي الليستيك أصله ما بتنقطع ولا السلاح بيضرب فيها. نفس السكين القيد قطعته لثلاثة دقة الكبيرة وقطعة صغيرة، نفس السكين جربناها تاني بقت ما بتقطع، كل ما تخدها في اللحمة تعملها كده تعمل زيت 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 ما بتقطع. السلاح كذلك جربناه برضه رفض يضرب. قلت لهم طيب عندي شرط، وقال لنا قبل ما نخش هنا احنا كان عندنا شروط. قالوا لي اذا كان انت قدرت بطلت هذا الحجاب احنا قلت لهم الحجاب ده انا هبطل باذن الله، واذا كان بطل هنفتحه ونلقاه انه الشيء فيه جوا ما هو دين صح، ما دين صح، اما مكتوب بالزياده واما مكتوب بالنقصان، واما انه عنده اشياء طلاسم. الاشياء اللي بنلقاها في الحجاب دي لا بنلقاها في القران ولا بنلقاها في السنه خالص، ما بنلقاها. قال لي اصل كلام كله دين. قلت له ما كله دين، فيه دين بتلقى البسمله وبتلقى الصلاه على النبي وبتلقى ايات من القران موجوده في الحجاب، لكن الايات دي ولا لقيتها بالزياده ولا بالنقصان، وحتى لو لقيتها سليمه بتلقى فيها طلاسم زياده على الايات. الطلاسم ما بتلقاها لا في القران ولا في السنه.